السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. طبعا هناك فرق ما بين كلام الناقد وكلام الحاقد. الناقد يتابع العمل ويشخص الموارد الإيجابية والموارد السلبية، فيذكر الموارد الإيجابية ويطري ويثني عليها، ويذكر الموارد السلبية ويشخص أسباب ذلك الخلل ويعطي الحلول في نفس الوقت. هذا بالنسبة للناقد. أما كلام الحاقد، فالحاقد لا يتابع إلا الموارد السلبية في العمل ويذكرها وإن كانت نسبتها قليلة، ولا يذكر الموارد الإيجابية وإن كانت نسبتها كثيرة. فالناقد يتحدث من خلال خبرته واختصاصه ومهنيته، والحاقد يتحدث بالاعتماد على نفسيته المريضة. فهناك فرق كبير ما بين هذا وذاك. شكرا جزيلا.